لكن ما بنروحش نقبل الكعبة وبعدين نطلع نقبل الباب بتاع الحرم وبعدين نمشي في شارع ابراهيم الخليل نقعد نقبل في المحلات بتاعة اي نعم وافتخر. الله اكبر. وبيفتخر زياد. الراجل لابس الشراب بقاله يمكن اسبوع ولا ايه، وانت رايح تشمشم وتقبل وتقول لي نتبرك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. اتفضل. ممكن سؤال شيخ؟ اتفضل. لماذا السنة يمارسون وعبادة الحجارة في مكة ويزورون القبور الثلاثة في المدينة ويسلمون عليه، وهذا شرك ويعتبر أنكم كفار؟ خلص بالمناسبة الأول. يعني بس تعقيب على سؤالي حتى يكون الإجابة لك الساعة. انت اسمك زياد احنا صح؟ كما تعلم نقوم بهذه الأعمال لأنكم الله أكبر. بتقوموا بعبادة الحجر. الحمد لله يا زيزو، الحمد لله يا زياد انك عرفتنا انك بتقوم من هذه الأعمال بعبادة الحجر. وهو آخر عبادتكم للحجر اهو. بتظن ان هذا الحجر اللي في ايد رامي عيسى بيتعمل من روث البعوره دوت، روث الخرفان بتعبدوه. مطلعين لكم فيديو عليها بيتعمل من روث الخرفان، روث بعور بتعملوه وبتاكلوا منه وتتبركوا منه فبتعبدوه. الحمد لله. اما نحن اهل السنه والجماعه، يا اهل السنه هل تعبدون الكعبه؟ يا اهل السنه هل تعبدون الحجر؟ لا. نقول كما قال سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه: إنك حجر لا تضر ولا تنفع، والله لولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. فكان يقبله عمر. اسمعني يا حبيبي، اسمعني يا زياد، اسمعني بس. فكانوا يقبلونه بس لأن النبي فعله. لكن ما بنروحش نقبل الكعبة وبعدين نطلع نقبل الباب بتاع الحرم وبعدين نمشي في شارع ابراهيم الخليل نقعد نقبل في المحلات بتاعة الأطعمة ولا المحلات اللي بتبيع في الأسواق ونقعد لكن انتوا أي حاجة قدامكم بتقبل. وبص يا جدع، حتى أقدام الفرس المجوس بتقبلونها وتتبركون. انتوا التبرك الآن يا حبيبي بقيتوا بتعبدوا الأقدام. يعني انت الآن بقيت بتعبد القدم. سامعني؟ انت ليش ما تتكلم عن نفسك؟ لماذا؟ اهو لا مش بتكلم عن نفسي، اتكلم عليك انت اهو. يلا يا زيزو، يلا يا زياد، يلا بوس الرجل يا زياد. زياد طبعا المنسق عند امير القريشي اللي بيتصل دوت. بص ايوه قبل يا زياد، اسجد يا زياد، يلا يا زياد قبل يا زياد. ما شاء الله عليك يا زياد. ايوه كده، خلي الاخوه في التيك توك يشوفوا معانا يا زياد وانت بتقبل كده يا حبيبي، ونبين لهم ازاي ان انتوا بتقبلوا. قبل يا زياد، يلا يا زيزو، يلا قبل رجل السيد المجوسي. يلا يا زياد عشان تدخل الجنة. ايوه ايه فرحان. يلا يا زيزو قبل يا زيزو. امير القريشي بعدك تتفضح كده يا زياد. قبل يا زياد. ايوه ودلك يا زياد. ما شاء الله. زياد للتدليك والتقبيل، يعني اي حد عنده تدليك تقبيل يعني زياد بيقوم بالواجب. خلينا اكبر لكم الصوره عشان تشوفوا اهو. ده زياد للتقبيل والتدليك. بصوا قلع له الشراب وده زياد. يلا يا زياد قبل يا زياد. وسع يا جدع. قبل يا زياد. دلك يا زياد، دلك يا زياد. ايوه يا زياد. كفايه يا زياد بقى، انت تفكروا ام العيال يا زياد ولا حاجه. فاعوذ بالله، ده دينكم يا زياد، ده دينكم يا حبيبي، ان انتوا عباده الحجر نعم والبشر. وافتخر. الله اكبر. بيقول لك نعم وافتخر. لا بيقبله. بص نعم ويفتخر زياد بذلك. خليكم معايا تاني، هوريكم فيديو تاني معلش. زياد وهو بيقبل تاني وبيفتخر. عبدة الأحذية وعبدة الشباش. يلا اقلع، قلع يا زياد. ما شاء الله. زياد تقليع شرابات. بص كفر. ايوه بص يا زياد. شمشم يا زياد. ايه يا زياد الحركات دي يا زياد؟ بيعملها الكلب يا زياد. يا زياد استيح على وجهك يا زياد. حمير القريشي بعتك يا زياد. بص يا زياد، بص اللي بيستهزئ بالكعبه بيحصل له ايه يا زياد. اي نعم وافتخر. الله اكبر. وبيفتخر زياد. قبل. ايوه دلك يا زياد، دلك. ايوه دلك يا زياد. ايوه دلك يا زياد، دلك يا زياد. وبوس بقى، قلع الشراب يا زياد. ايوه بتشم معفنه صح، بس قبلها. عباده عندك دي يا زياد. قبل، بوس. ايوه اعمل. اعوذ بالله. ده دين ايها الاكارم. بيتقربون الى الله بذلك. بتتقرب الى الله كلهم لان انتوا كفره. احنا كفره علشان بنقول لك ما تقبلش يا زياد احذيه المجوس يا زياد، عشان بنقول لك ما تلحس يا زياد اقدام الناس يا زياد وتشمشم فيها. سبت ايه للكلاب الضاله في الشوارع يا زياد؟ والله لو كلب ما هيعمل كده. الراجل لابس الشراب بقاله يمكن اسبوع ولا ايه، وانت رايح تشمشم وتقبل وتقول لي نتبرك. ده جزاء يا منسق حمير المشرشر. ده جزاء كل من يدخل
يطعن في الكعبة أو في الحجر الأسود. أما نحن أهل السنة والجماعة لا نعبد الحجر الأسود ولا نتبرك به ولا نتبرك بالكعبة ولا نتبرك بقماشة من الكعبة ولا أي شيء. نحن نطوف حول الكعبة كما أمرنا الله، وليطوفوا بالبيت العتيق، ونقبل الحجر الأسود ونقول كما قال عمر: إنك حجر لا تضر ولا تنفع. لكن انت رايح بتفكر ان شراب الرجال هذا اللي قاعد تشمشم فيه وتقبله هيضرك وينفعك. فده الفرق بين السني الطاهر وبين الرافضي النجس كحمير المشرشر. ولا أقول أن الشيعة أنجاس، لا، أقول كالرافض نجس، لأني أعلم أن يوجد شيعة عقلاء يجلسون معنا لا يقبلون هذا على أنفسهم.